تالت خطوة بقى هي انك تتعرف على ربنا. اصلك لما هتتعرف على ربنا هتحبه اكتر. تخيل كده ان في واحد جه يقول لك ان هو بيحبك وهو ما يعرفكش، هتحس انه ايه؟ عبيط يعني. هو في ناس ممكن تحبهم من غير ما تعرفهم، بس يعني لما تعرفهم برضه ممكن ما تحبهمش. فلما تتعرف على ربنا عز وجل اكتر واكتر تحس انك بتحبه. طيب اتعرف عليه منين بقى؟ نصيحة عليك بالقرآن. بس لو سمحت جدد علاقتك بالقرآن، بلاش العلاقة اللي هي بتاعت ايه؟ افتح المصحف النهارده 790 آية بسم الله الرحمن الرحيم لغاية ما تخلص وانت مش فاهم اي حاجة من اللي تقرا. انا عايزك تقرا يا سيدي آية 2 اي حاجة، بس اقراهم بتدبر وفهم. هات مصحف يا سيدي فيه معاني الكلمات. لو قريت القرآن بتدبر وفهم هيبني فيك معاني هتحببك في ربنا قوي. اهم المعاني دي 4 معاني. اول حاجة فيهم تعظيم ربنا عز وجل. لما تقرأ كده عن عظمة ربنا، مثلا لما تقرأ الآية اللي بتقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انت عارف يعني ايه السماوات مطويات بيمينه؟ الكون، ملايين النجوم، ملايين ايه؟ مليارات النجوم والمجرات مطويات بيمينه، يطبقها ولا حاجة. فلما تحس بعظمة ربنا وقد ايه انت صغير، ده يعمل لك حاجة اسمها الخضوع، انك تبقى حاضر يا رب هسمع الكلام. وتاني معنى انك تحس رحمة ربنا. يعني ربنا العظيم ده بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عارف يعني اسرفوا؟ اسرفوا يعني جاب سقف كل حاجة في الدنيا، اي حاجة، زنا بقى، خمر، سرقة، اي حاجة. تخيل ان ربنا بيقول له لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسش، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ربنا بيكلمه بيقول له هغفر لك. فالرحمة دي تديك ايه؟ رجاء وحب، تحس كده ان في امل فيك مهما كان. وثالث معنى ان ربنا في ايده كل حاجة، كل حاجة. ربنا بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مين؟ تدعو مين؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. مفيش حد في إيده حاجة، لا ينفعك ولا يضرك ولا يفيدك ولا يديك حاجة ولا ياخدها منك إلا بإذن الله. فده يخليك كده عندك حاجة اسمها إيه؟ اللجوء إلى الله، إنك ما تلجأش غير لربنا. ربنا هو اللي في ايده كل حاجة. رابع معنى هو القوة والجبروت. لما تسمع الآية اللي بتقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تخيل الملائكة خايفة. الناس بتقول احنا ما بنخافش واحنا الملائكة خايفة. لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، خايفين. فالآية دي تحسسك بالقوة والجبروت، فده يخلي عندك من جوه خوف. 4 معاني خليهم معاك: تعظيم، والتعظيم ده يخليك عندك خضوع لله عز وجل. الرحمة، والرحمة تديك إحساس بالحب وإنه في أمل، رجاء في الله عز وجل، وإنه ربنا اللي في إيده كل حاجة فيديك لجوء تلجأ لله، وإن ربنا قوي وعنده جبروت فده يخلي عندك خوف. 4 معاني دول اخلطهم في بعض كده هتحب ربنا قوي وهتقرب منه قوي. دي كانت 3 خطوة. أما بقى الخطوة الرابعة فالمرة الجاية. ما تنسوش بقى يا جماعة شير ولايك وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب عشان توصل لك الفيديوهات الجديدة. يا اما هتبقى زي عصام.